صباح الفل، صباح الهنا، صباح العسل يا حبايب قلبي. اللي بيشوف الفيديو ده الصبح صباح الفل عليك يا جميل، واللي بيشوف الفيديو ده بالليل مساء الفل عليك. وحشتوني جدا. طبعا معاكم مروه العزب. الفيسبوك بتاعي مروه العزب عربي ومروه العزب انجلش. بحبكم جدا. حبايب قلبي والله وحشتوني بجد بجد بجد. لايك بقى اول، يعني قبل ما ابتدي الحلقه تعملوا لايك. يلا اللايك مش بفلوس يا جماعه. اللايك مش بفلوس. واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس. يلا حبايب قلب مروه العسل. عارفين قناتي التانية ولا لا؟ حكايات ماما واسامه، هطلع منها لايفات. القناه دي هخصصها للفيديوهات، والقناه حكايات ماما واسامه هنخصصها لللايفات ان شاء الله. معاكم بقى، مش هتاخر عليكم تاني ان شاء الله، لان بحبكم وانا مش عايزه اتاخر عليكم تاني. اتاخرت عليكم فتره طويله قوي، بس ان شاء الله هبقى معاكم يوميا باذن الله. وان شاء الله اوريكم برضو شقتي الجديده، وان شاء الله باذن الله هعرفكم كل حاجه كانت مستخبيه عنكم الفتره الجايه باذن الله. النهارده بقى يا حبايب قلبي انا محروقه. اسم الفيديو، انا هحكي لكم على تجربتي شخصيا انا برضو، يعني انا هحكي لكم دلوقتي بعد ما اخلص الموضوع اللي هتكلم فيه، هحكي لكم عن تجربتي انا شخصيا وتعاملت معاها ازاي. تمام. يلا بقى نبدا نتكلم دلوقتي عن الموضوع اللي انا عايزه اكلمكم فيه. اولا، واحده من متابعيني او من معارفي او من اصحابي او اي حاجه او قريبتي، مش هقول طبعا، انتوا عارفين ان انا دايما لما باجي احكي موضوع حد مش بجيب اسمه الحقيقي نهائي. اعتبروا بقى صاحبه المشكله دي اختكم في الله، بنتكم. يعني لو راجل كبير بيتفرج على الحلقه دي اعتبر الموضوع ده يخص بنته، وبنته جايه تنام على كتفه كده وتقول له يا بابي، او تنام على كده، او تروح لمامتها وتقول لها يا ماما انا حصل مني كذا كذا كذا، وانا نفسي في كذا كذا كذا. يعني اعتبروا صاحبه المشكله دي اختكم او امكم، او مش، سوري انا اسفه، مش امكم، اختكم او اي حد من قرايبكم. فانتوا هتحلوا الموضوع بما يرضي الله في التعليقات. صاحبه المشكله جايه تقول لي يا مدام مروه ازيك عامله ايه؟ قلت لها الحمد لله. قالت لي عايزه اتكلم معاكي في موضوع. انا اتصدمت. هو حصل لي. انا جوزي مش مهتم بيا خالص، لدرجه ان انا لما باجي اتكلم معاه في اي موضوع بياخد مني الموضوع بطريقه عشوائيه او بطريقه سلبيه وبينفض لي. قلت لها ازاي بينفض لك؟ ما انا عايزه افهم برضو يعني ايه بينفض لي. يعني بينفض لي دي معناها ايه؟ قالت لي يعني لما اجي افضفض معاه في موضوع يخصني او يخص اي موقف حصل لي بيشاور لي كده كبري دماغك. فانا مش عارفه اكبر دماغي ازاي. يعني انا جايه افضفض لك واقول لك واحد عاكسني في الشارع، او في مشكله حصلت بيني وبين اختي، او حصلت بيني وبين اخويا او كده، وجايه احكي لك مشكلتي زي ما كل الناس بتحكي مشكلتها. تقول لي كبري دماغك. بعدين هسمعك. فانا بطلب منك يا مدام مروه تاخدي راي الناس في الموضوع ده. انا قلت لها طبطب عليه سيسي. قالت لي هو المفروض يطبطب عليه، انا خدماه وخدمه عياله. هي طبعا ست خدماك وخدمه عيالك، غسلالك منظفاك وست مثاليه، وانت ببقك قلت عليها دي ست مثاليه ومش هلاقي زيها. اتقالت لي ده انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي زي مراتي. طب ما تسمع لها يا اخي. المهم بتقول لي يا مدام مروه هو بيضحك وبيهزر مع الستات طول اليوم وعنده صحابه كتير. فلو سمحت يا مدام مروه انا باخد رايك بعد اذنك، قولي لي اعمل ايه. قلت لها طب انت ايه الحل دلوقتي؟ انت عايزه تعملي ايه؟ ما انا عايزه اعرف. انا بقول لك عيشي لعيالك وكبري دماغك وخلاص. هو راجل اصلا، يعني هو راجل ما قدرش النعمه اللي في ايده ومش راضي يسمعك. قالت طب انا عايزه اعمل حاجه. قلت لها انت عايزه تعملي ايه يعني؟ ايه اللي انت عايزه تعمليه؟ قالت لي اسمعيني بس يعني ما تحرجنيش. قلت لها لا عرفيني، وانا والله ولا هحرجك ولا هعمل لك اي حاجه. قولي لي وخلاص عادي. يعني قولي لي وانا لا هحرجك ولا اقول لك اي حاجه. احنا بنسمع، انا بسمعك ان انت اختي، يعني انت زي اختي، انا عمري ما هقول لك حاجه تضرك. فقالت لي طيب انا قررت ان انا في واحد زميلي في الشغل هفضفض معاه واتكلم معاه، والله ما هيلمس ضفر مني ولا هعمل اي حاجه حرام. طبعا انا رافضه موضوع الصداقات بين الواحد والواحده، لان انت مش ملك نفسك، ما تقدريش تمسكي نفسك الا من رحم ربي يعني. المهم
قلت لها يعني انت اتكلمتي مع الشخص ده؟ قالت لي اه اتكلمت معاه واخدنا رقم بعض، وهو كده كده ما هو ملبوخ في شغله وبيقعد مع حريم وبنات طول اليوم. ايه الجديد؟ ازاي يعني ايه الجديد؟ ما هو هو بيعمل، ربنا يحاسبه، ربنا يحاسبه على اللي هو بيعمله، لكن انت تعملي ليه؟ هو ربنا يحاسبه، انت تعملي ده حرام. اللي انت تعمليه ده، اللي انت عايزه تعمليه ده حرام مش حلال. قالت لي انا هفضفض معاه في التليفون بس، لو رحنا قعدنا في مكان نتكلم كده بس، ما فيش اي غلط. فانا بقول لك اتقي ربنا، هو يعمل اللي هو عايزه، هو اللي هيتحاسب. انت كده خيانه وكده حرام، ما في صداقات بين الواحد والواحده، وازاي تفضفضي؟ وانتوا برضو يا جماعه هتسيبوا لها تعليقات بما يرضي الله. اتقوا ربنا شويه. بقت موضه ولا ايه؟ انا شايفاها بقت موضه، صحوبيه الراجل والواحده ده موضه ولا ايه؟ المهم انا كمثال ليكوا بقى يا جماعه، والمفروض السر ده انا عمري ما هقوله لحد، السر ده انا عمري ما هحكيه لحد، بس هقول بالنسبه للموضوع بقى، دخل في موضوع كنت انا عايشاه. لو كنت حامل في ابني دوت، وجوزي احيانا ما كانش، كنت بتصل بيه ما كانش ساعات بيرد عليه في التليفون، فكنت بقول مشغول، روحي له يا بنت، عدى عليه في المكتب، خبطي عليه، يمكن يكون مشغول مش عارف يرد عليك. اروح واخبط، هو قاعد جوه مع واحده جوه في المكتب، واقول لكم بيحضن او بيبوس او كل حاجه، وانا عرفت بعد كده. وانا كنت بخبط وانا حامل كده عليه، ما كانش بيفتح لي. عمري ما خنته، عمري ما خنته، يعلم ربنا، عمري ما خنته. والعمر كان انا تعاملاتي كلها مع ستات، لان عندي سنتر، عمري ما لساني خاطب راجل. تصوروا كنت بخاف من ايه؟ حتى في شغلي وعندي اليوتيوب وعندي كل دوت، اثناء عشتي معاه او اثناء ما هو كان بيكون، انا عمري ما خنته، ولا عمري قلت ايه ده انا محتاجه ان حد افضفض له. عمري كنت شايله همي جوايا وخلاص، وانا بخبط عليه وما كانش بيفتح لي. مش خيانه بقى ان هو ما بيسمعليش كمان، لا ده ما كانش بيفتح لي، لانه كان عارف واحده كانوا يروحوا يفطروا ويتغدوا ويتعشوا مع بعض، وانا قاعده مرميه في شغلي في محلي، ما اعرفش عنه اي حاجه. بعدين عرفت البنت وتعرفت عليها، وحكت لي ان انت كنت بتيجي تخبطي، ما كانش بيفتح لي عشان هما كانوا وقعوا في بعض، هي وهو كانوا وقعوا في بعض، ففتنت عليه. كنت رحت له المكتب مره وهي قاعده معاه في المكتب، وقال لها، عشان بقى في قصه حب بينها وبينه، انا كنت اول ما شفتها داخله قال لي ده شغل، مشيت سبت في المكتب هي وهو ومشيت. قال لها ده بنت خالتي، كانت جايه تخلص شغل. لما تعرفنا على بعض وعرفت ان انا مراته وحكت لي، انا بقيت مقهوره، والمشكله اللي هي كانت حكيالي وانا في الاشهر الاخيره في الحمل. شفت اياميها وكنت كاتمه في نفسي، الحمد لله اني ما متش. فكنت داخله اوضه العمليات يا جماعه، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، وانا جوايا القهره ميته، وهي حكيالي في الفتره الاخيره من الحمل على قصتهم وقصه اكلهم مع بعض، وحكت لي حاجات انا واثقه ان هي صح، لان قالت لي هو بيحب ايه وبيكره ايه، وكنت بتيجي تخبطي في الاوقات دي، كل حاجه. انا كنت داخله اوضه العمليات وانا جوايا على خير. ماما قالت لي لا البيبي هينفعك ولا هو هينفعك لو متي، لان اللي داخله حامل بيبي وداخله تولد وقيصري ممكن تموت في لحظه. فصبرت، ما كنتش، ما فضفضتش لراجل، بالعكس انا لسه منفصله بقالي كام شهر اهو، ماشي. وفضلت على ذمته طول الفتره دي، يمكن فتره الحمل كلها كان ماشي، ما كنتش معاه. بعد الولاده وابني دلوقتي 3 سنين ما كنتش معاه، وعمري ما كنت، عشان كنت على ذمته. احنا انفصلنا الحمد لله، بس عشان كنت على ذمته وما فكرتش افضفض مع راجل زي ما الستات دلوقتي دماغها، قل اعوذ برب الفلق. ما فكرتش اخون، وطبعا انا مش بعامله هو، انا بعامل ربنا. يعني هو الراجل اللي عمل فيا حاجه زي كده، معلش هو ما يسواش بالنسبه ان هو اجي اروح اخبط عليه ومحتاجاه وما تفتحليش عشان قاعد مع واحده. طب انتوا لو مكاني تعملوا ايه؟ لو مكاني تعملوا ايه؟ بجد انا عايزه اقول انا لله وانا اليه راجعون. انتي مالكيش دعوه هو بيتعامل مع مين وبيمشي مع مين وبيروح مع مين، انتي نفسك ثم نفسك. انا ما اخونش، انا ما اعملش الحرام، لان معرفتك بواحد تاني حرام.
ولا تفضفضي مع حد. شكرا لكم واتمنى تعملوا لايك، بحبكم جدا. باي باي.